مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. لاول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا وهو الست نواعم. تم عرضه المره الاولى يوم 16 يونيو 1958. مده عرضه 99 دقيقه. الفيلم تصنيفه كوميدي، هو من تأليف أبو سعود الإبياري. أما عن طاقم العمل: تحية كاريوكا، إسماعيل ياسين، حسن فايق، زناد صدقي، حسين إسماعيل، فوزية حجازي، عبد الغني النجدي، فرحات عمر اللي هو الدكتور شديد. قصة الفيلم بتقول إني كان في رقاصة متجوزة الراجل اللي شركها في الكازينو، تمام، اللي هي تحية كاريوكا وحسن فايق، وعايشين حياة ممكن نقول سعيدة لحد كبير. هو كل شوية بيرمي عليها يمين الطلاق: روحي وانت طالق، تعالي وانت طالق، عليا الطلاق بالتلاتة، مش عارفة ايه بالتلاتة، اي حاجة فيها كلمة طلاق بالتلاتة. المهم، عندها خدامة وعندها اختها دي اسمها زناد صدقي، هي زناد. دي كل اللي يتجوزها بيموت، فمحدش بيرضى يتجوزها. والخدامة بتاعتها دي ست قبيحة الوجه، ممكن نقول عليها راجل في بعض الأحيان، شكلها يدي الرجولية التامة، متجوزة واحد وهي إسماعيل ياسين بس في دور واحدة ست واسمها زكية. وده أول فيلم من نوعه إسماعيل ياسين يطلع فيه دور واحد، دور سيدة، تمام. هي دي شكل الشخصيات. نمشي شوية بالقصة، هنلاقي ان الراجل ده طلق الست دي 3 طلقات اللي هي تحية كريك. فحسن فايق بيحاول ان هو يرجعها بكل الطرق، فبيروح لشيخ وبيقول له لازم محلل. في الوقت ده بيدور على اي محلل يتجوزها، فهي بتقول له ابدا، لازم الراجل اللي انا اتجوزه انا اللي اختاره. ليه؟ هو ايه ده؟ هو كلها يوم؟ لا، ما ينفعش اتجوز اي حد. المهم، في نفس ذاك الثانية جوز اسماعيل ياسين، احنا ممكن نقول كده، راح البيت فلقى زكية اللي هي اسماعيل ياسين بتحلق دقنها. فيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فتقول له ابدا ابدا يا اخويا، ده انا بحلق دقني، بشكل كوميدي جدا. المهم، فهو شغال ممرض، فبياخدها وبيعملوا لها عملية وبتتحول من ست لراجل. وتنتهي قصة إسماعيل ياسين من زكية إلى زكي، وتبدأ حكاية جديدة تماما. هيبدأوا هما الاتنين يحبوا ينصبوا على تحية كاريوكا وعلى حسن فايق. فهما الاتنين، الممرض هيكلم حسن فايق ويقول له أنا جبتلك عريس 100 راجل كبير جدا في السن، وهو قدامه بتاع يومين بس هو عايز 500 جنيه. يقول له لا، 500 جنيه كتير. قال له ما انت هتدفعهم وتاني يوم هو هيموت وهتورثهم تاني. فوافق جدا، وبالفعل اتجوزها على اساس ان هو راجل كبير بقى في السن وكحكوحة بقى وكده. اول ما اتجوزها عدى اول يوم، طبعا مستنيينه انه يموت ومحضرين له الجنازة وكل حاجة، والراجل التربي والراجل اللي بيغسل وكل حاجة. في الاخر بيكتشفوا ان هو ما بيموتش ونفسه بتتفتح على الاكل وكل الحاجات دي، وحسن فايق بيأجر ناس عشان تقتله. المهم، هو بيسرق الناس اللي هي جايه تموته دي، جايه تموته، وبياخد منهم 300 جنيه اللي حسن فايق اداهم له، وبيروح للكازينو بتاع تحية كاريوكا وبيحاول ان هو يتعرف عليها ويقول لها انا ابن جوزك. ايوه، انت عاوزه تاخدي بابا عشان الفلوس بتاعته وتسيبيني انا كابنه الوحيد، وانا هي بتحب الفلوس جدا، فهتتشعلق فيه، تمام. وتقول له يا ريتني كنت قابلتك من زمان، يا ريتني ما اعرفش ايه، وخلاص انا هتطلق من ابوك. قال لها عشان ترجعي لجوزك الاولاني. قالت له ابدا، عشان اتجوزك انت، انا حبيتك خلاص، مش انت بتقول ان انت الوريث الوحيد؟ المهم، اسماعيل ياسين بيحاول يقنعها اني ليه بتبصي على الفلوس، ما تبصي على الحب. حبته وما بصتش على الفلوس، وعرفت كمان ان هو زكية اللي اتحولت زكي، وحبوا بعض جدا لدرجة الجنون ممكن نقولها.
في مشهد النهاية او التتر قبل ما ينزل، حسن فايق بيدخل ما بيلاقيش حل بقى، لا انت هتطلقي يعني. بيخش بمدفع شبه مدفع رمضان كده، والاتنين اللي هو اجرهم عشان يموتوه عشان يخلصوا من اسماعيل ياسين وياخد تحية كاريوكا تاني. فاسماعيل ياسين بيدخل بمدفع تاني برضو، ومشهد كوميدي جدا بيخليه يمضي على ورقة ان هو يتنازل عن كل حقوقه. والراجل اللي كان متجوز اسماعيل ياسين اتجوز زينات صدقي اللي ما كانش بيعيش لها رجالة خالص. وانتهى الفيلم نهاية حلوة جدا. ويا رب يكون عجبكم قصة الفيلم. ولو عجبك متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة. وشكرا جدا لكل اللي بيشترك في القناة وبيحاول ان هو يكبرنا. شكرا جدا بجد من قلبي، ويا رب تعجبكم القناة وتشتركوا اكتر. يعني انا مش عارفة بقول ايه بس شكرا جدا. سلام عليكم.